من الامراض اللي مهمه جدا في الشعر طبعا في الرجاله، اللي هو بنقول عليها ثيننج او نحافه الشعر، ميل باترن الوبيشيا. احفظوها ورايا. اول سؤال ويمكن اهم السؤال عندنا، الاب والعم والخال والجد الناحيه دي والجد الناحيه دي وولاد العمه وولاد الخاله، كم واحد فيهم عنده صلع؟ كم واحد فيهم؟ العلاج المبكر هنا يمكن بقول لكم هو مربط الفرس. عالج بدري ابنك، عالجي بدري ابنك، انما هتبتدي العلاج يبتدي يتحسن، يبقى كثافه الشعر تتقل قوي قوي قوي. هل اي حد يقول لي رايح ازرع واروح ازرع في تركيا ولا ازرع في مصر ولا مفيش داعي. زراعه الشعر شكلا مش بالشكل المحبب. انت من بدري هنعمل زي ما شرحت لكم مره على البي ار بي والبليتلت ريش والجروس والستيم سيلز مع فيناسترايد 1 مللي جرام. موجوده في السوق، مش موجوده في السوق للاسف، قليله. بروبيشيا او ربع قرص بروسكار. انا هعيد الجرعه دي عشان بلاش لخبطه. ربع قرص بروسكار. القرص ده اللي هو 5 بنقسمه ل4، يبقى ربع قرص بروسكار او قرص واحد بروبيشيا الامريكاني فيناسترايد مع شويه البلازما الجروس فاكتور، يبتدي الشعر يتقل قوي 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 قوي. ما نوقفش العلاج الا ما الدكتور بتاعك يقول لك الاكتيفيتي او الثيننج تقريبا انتهى. العلاج بيبقى جميل والعيان بيفرح قوي قوي قوي. بحترم قوي الاب والام لما يجيبوا ابنهم بدري، لما يجيبوه بدري هو ده هيضمنوا العلاج بدري.